القدس لله اختيارات في الأسماء والأماكن والقدس من خيارات رب العالمين وليس من خيارات الناس. القدس ومكة أماكن قدمها الله للناس هو باختياره. إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هنا هذا اختيار رباني، هذا يلزم الناس جميعا والمسلمين خاصة بتلبية اختيار رب العالمين وتقديسه والاهتمام به. ولذلك نحن نعتبر القدس وتاريخيا هي كانت مركز لكثير من الأنبياء ونحن كمسلمين كما سمانا يعني نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نأخذ أهمية هذه المدينة من هذا الباب، وهي تهم البشرية كلياتها، كل الناس، الإسلام والمسيحية واليهودية وبالأخص المسلمين، لأنهم ورثة الأنبياء الآن، وهم يعني الذين يحملون رسالة رب العالمين للناس للبشرية. الإمبراطورية الأمريكية ورثت بريطانيا بكل مستعمراتها وبكل مشاريعها، والأمريكان جاء دورهم لتسويق الاستعمار المباشر العسكري إلى تسويق إنساني بشري لبوسا يعني مشوها. ولذلك هم يعملون منذ أكثر من 100 عام لتسويق المشروع الصهيوني للناس للبشر. سابقا علاقتهم مع الحكام مع الأنظمة، الآن هم يريدون تسويق هذا المشروع على الناس المسلمين، ولذلك هم بدأوا في مشروعهم هذا، يعني الآن يتصاعدون أكثر وأكثر باتجاه هذا، وخدمهم الأنظمة يحاولون تسويق هذا المشروع إلى العالم الإسلامي، ولكنهم سيفشلون. يعني هم حتى الآن لم يستطيعوا تحقيق أي خطوة على الصعيد الجماهيري، على الصعيد المسلمين، وإنما يعني على صعيد أفراد انتهازيين تاريخيا هم تربيتهم أصلا. يعني هو تبعا لما أجبنا عن السؤال الماضي حول دور الناس، الآن المقصود فيها تحدي مشاعر الناس، ولذلك ردود الفعل يجب أن تكون من الناس وليس من، وباعتبار أن الناس في كل العالم الإسلامي حاليا مفصولة عن أنظمتها إلا من رحم ربي. هنا في تركيا الحمد لله يعني هناك انسجام ما بين المواطنين والسلطة يعني المسلمة التي تعمل في سياق هذه الأمة، هي يعني عم تتيح الفرصة لهؤلاء الناس للتعبير عن رأيهم. بالتأكيد له أهمية كبيرة جدا إيصال رسالة لمشروع الأمريكان ولكل الدنيا أن المسلمين لن يتأثروا بفعل أنظمتهم ولا بخيانة القضية. هذه القضية غير قابلة للبيع وللشراء، هذه قضية الشعوب، ولذلك نرى رد الفعل هو شعبي، مظاهرات وتعبير الآن، ولكنه مهم جدا لأجيال قادمة تزرع في هناك كثير من الشعوب والشباب نتيجة فعل هذه الأنظمة ترهلت لديهم الفكرة. الآن هذا الفعل يعني نراه إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله أن يكون التفاف جماهيري للأمة حول الموقف التركي المتقدم حكومة وشعبا. الآن تركيا تمثل مركز أهمية للعالم الإسلامي، ولذلك نحن نرى هذه الهجمة على تركيا وعلى هذا. وجود هذه التظاهرات الشعبية في الشارع التركي هو رسالة للعالم أن الشعب التركي مع قيادته، مع رئيسه، مع الحكومة تبعه لخدمة المسلمين
ولمواقف المسلمين. القدس وسوريا لم يقصروا مع الشعب السوري ولا مع الشعب الليبي ولا مع كل البلاد المسلمين الروهينجا وكل المسلمين العالم. الآن تركيا تعمل في أفريقيا وتعمل في آسيا وتعمل في، وهذا عمل إن شاء الله سيكون لها في ميزان حسناتها في الآخرة وفي الدنيا. الآن الأمة الإسلامية تلتف حول تركيا، والشعوب الإسلامية يعني حلمها الآن هذا النموذج الإيجابي. لعلنا نستطيع أن نغير في بنى أنظمتنا ونصل إلى نفس ما وصل إليه الشعب التركي، وأن نلتحم نحن وقيادتنا المسلمة، وإن شاء الله النصر قادم والقدس ستعود. نحن لا نشك في هذا أبدا، ورب العالمين يحفظ تركيا وشعبها وقيادتها ورئيسها إن شاء الله. سبحان الله. على سورة الإسراء أجل. سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه حوله بما يجري مع بني إسرائيل مع القدس، وكأنه ينبئنا أنه سيكون هذا ربنا. هذه يعني أهميتها من العقائد. أصبحت قضية من عقائد المسلم فلسطين والقدس. وعلى مر التاريخ الإسلامي ما كانت قضية القدس قضية ثانوية ولا فلسطين قضية ثانوية، قضية رئيسية، لأنها مصدر الرسول عليه الصلاة والسلام وأولى القبلتين. ما أحد ينكر هذا ولا أحد يجهله. فالقدس وفلسطين من مقدسات المسلمين، والحديث الوارد فيها والآيات الواردة فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة فيها وإلى آخره. فهذا كله في وجدان المسلم وعقيدته ودينه، لا يحتاج إلى أدلة ولا يحتاج إلى براهين. يعني مع المسلم يكون من دينه وتاريخه وعقيدته وكل ما يلزم المسلم، وليست قضية فلسطين أو القدس قضية العرب أو قضية أهل فلسطين، إنما قضية المسلمين في جميع أنحاء العالم، عربا أو غير عرب. أي سلام هذا؟ تقيم مشروع ابتلاع الأراضي الفلسطينية وغيرها، لأنه أمريكا بنت اليهود ويأتمرون بأمر اليهود. ليس أمريكا فقط، بل كل دول أوروبا. قليل منهم من الحكام لم يخضعوا للماسونية العالمية التي أسسها يهود العالم. هذا معروف لكل قارئ ولكل مثقف مسلم وغير مسلم، ولكل مثقف عربي أو مسلم أو غير مسلم. هذا معروف. وأنهم يريدون محو خريطة فلسطين هذا شيء بالنسبة لهم يعني حلم. منذ يوم أن رفض السلطان عبد الحميد مقابلة هرتزل وقلعه من قصره، ورفض أن يبيع فلسطين ولا شبرا منها، هذه وطن المسلمين. وعلى كل حال هذا يذكره التاريخ، والحمد لله الآن فيلم السلطان عبد الحميد ومسلسلاته تثبت للعالم كله في تركيا وغير تركيا من هو السلطان عبد الحميد ومن هم المسلمون الذين يحافظون على القدس. يعني المشكل يا أخي والله هذا مما يخزي أن أبناء المسلمين كما في الحديث هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يبيعون ديننا، يبيعون مقدساتنا لقائز وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فماذا نقول لمن ولدوا وهم يعني ولدوا كانوا أعجاما وخونة قبل أن يولدوا، ونصبهم الغرب الكافر وأمريكا المجرمة، نصبوهم كأمراء وحكام لمعظم دول العالم. ماذا نقول عنهم؟ هذا وصفهم الحقيقي. فالخائن يبقى خائن، والمجرم يبقى مجرم، والنجس يبقى نجس ولو مرت عليه بحار العالم. هذا وضع العربان، هذا وضع الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لما سأله سيدنا حذيفة للرسول صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. هم يريدون أن يقذفوا كل المسلمين في الخيانة وفي بيع مقدساتهم وأعلى ما يملكون وأثمن ما يملكون. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا أضعف الإيمان يا أخي، هذا أضعف الإيمان، أضعف ما نقدمه. الحقيقة يجب أن نقدم المقاتلين ونقدم السلاح ونقدم كل ما نملك في سبيل تحرير هذه المقدسات في فلسطين وغير فلسطين. لكن ماذا نقول؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أضعف الإيمان، أن نتجمع ونصرخ ونقول لا نبيع أوطاننا، لا نبيع قدسنا، لا نبيع فلسطيننا. والذين يقرؤون التاريخ كيف أن السلطان عبد الحميد في سبيل فلسطين تنازل عن عرشه أو أخذ منه عرشه وحكمه لأنه أراد صد اليهود.